ستانلي ياويتش بعد ما ساب الزمالك في موسم 2017 راح القادسية السعودي ولعب معاهم 4 مواسم، سجل 32 هدف في 87 مباراة، بس في النص كان طالع إعارة موسم 18 19 إلى عجمان الإماراتي وسجل 7 أهداف في 25 مباراة. ستانلي ياويتش موسم 21 22 كان راجع مصر عن طريق وادي دجلة بس ما نجحتش التجربة الثانية. بعدين موسم 22 23 و23 24 كان لاعب في فريق اسمه الوشم السعودي والشعيب السعودي، الفرقتين دول في دوري الدرجة الثانية السعودي بس ما نجحش قوي. بعدها راح رجع سليما وندرز، الفريق اللي بيلعب في مالطا، وده الفريق هو نفسه اللي كان بيلعب فيه قبل ما يروح وادي دجله في اول مره في مصر. بعدين حاليا ستانلي يوفيتش موجود في تركيا، لعب مع فرقه اسمها ايربا سبور في موسم 24 25، وحاليا بيلعب مع فريق اسمه موسى سبور، بيلعبوا الاثنين في دوري الدرجه الثالثه التركي. على فكره ستانلي يوفيتش كسب مع فريق موسى سبور اللي بيلعب فيه حاليا موسم 25 26 دوري الدرجة الثالثة، وحاليا بيشارك في دوري الدرجة الثانية التركي. ستانلي هويتش عنده 35 سنة، لسه ما اعتزلش، لسه محافظ على لياقته، بيلعب في تركيا.